بما إن هدف السلسلة دي إزاي تبدأي المشروع بتاعِك من الصفر من حيث التصوير والتسويق والتسعير والشحن وكل التفاصيل، فيالّا بينا نبدأ الفيديو بتاع النهارده إزاي تصوّري منتجاتِك بالموبايل ومن غير أي تكلفة. النهارده هنستعين بمنتج مجاني 100% متوفر للجميع ببلاش ألا وهي الشمس. هتطلّع لِك الصورة بتاعة المنتج بتاعِك أحسن من أي إضاءة صناعية وبجد ببلاش وبالموبايل بتاعِك مهما كانت إمكانياته. يا جماعة إحنا بنصور بتليفون عادي جدًا ومش معانا لحد النهارده أيفون. من غير أي مقدمات، أول حاجة هتحتاجيها علشان تطلعي فعلًا صورة كويسة هي الخلفية بتاعتِك. الخلفية بتاعتِك أنتِ اللي بتختاري من خلال البراند بتاعِك أو الشكل العام بتاع البراند بتاعِك. هل أنا هاختارها بيضا؟ هل أنا هاختارها بيج؟ هل أنا هاختارها مثلًا سودا؟ أنا اللي باحدد اللون اللي أنا عايزاه، ومن ثم باستعين بالتكوين بتاع الصورة بتاعتي. يبقى إحنا هنا كده باختصار شديد جدًا نطلع بقاعدة أساسية عشان أطلّع صورة كويسة باحترافية لازم أستعين بحاجتين. أول حاجة خلفية كويسة، ما أروحش أجيب أي حاجة وأصوّر عليها، ما أجيبش كرسي وأصوّر عليه، ما أصوّرش على السرير، ما أصوّرش على السجادة، الحاجات دي لأ طبعًا. السجادة كلّها نقوش مش هتطلّع لي المنتج بتاعي كويس. السرير كلّه مثلًا مش شكله مش كويس، مش متساوي، مش هتطلّع لي الحاجة، مش هتركّز لي على المنتج زي ما أنا عايزة وبالتالي مش هيشد العميل. باختصار شديد جدًا. طيب بكل بساطة ومن غير أي تعقيد، يعني إيه التكوين بتاع الصورة؟ الصورة مش عبارة عن إن أنتِ هتجيبي الخلفية البيضا بتاعتِك ويالّا هوبا هنحط عليها المنتج ويالّا هوبا هنصوّر هتطلع معايا صورة احترافية. لأ، التكوين ده عبارة عن إن أنتِ بتجيبي حاجة بتكسر الألوان أو بتحاول تضبّط شكل الصورة. بمعنى إن لو الصورة كلّها أبيض في أبيض الموضوع مش هيبقى لطيف. لازم بتحاولي تضبطي التكوين بتاع الصورة. طيب التكوين ده ما ينفعش، لازم تكتبيها كده قاعدة عندِك، التكوين ما ينفعش يكون حاجة ثابتة. بمعنى أنا ما ينفعش أثبّت حاجة وأقول أنا هاصوّر عليها كل حاجة، لإن الألوان بتختلف، الأشكال بتختلف، فهتحسّي إن أنتِ جالِك عقدة نفسية. طب ما هي ضابطة مع دي ومش ضابطة مع التانية، فين المشكلة؟ المشكلة إن التصوير عايز منِّك تطبيق وممارسة. يعني ما فيش أي حد من أول صورة بيطلّع حاجة احترافية مختلفة تمامًا، لأ، مارسي وطبّقي ومعاكِ إضاءة الشمس. أنا لا باقول لِك اشتري ring light ولا أي حاجة. أحسن حاجة تطلّع لِك الشغل فعلًا بصورة كويسة وتدّيكِ الألوان الحقيقية عشان ما تضحكيش على العميل بتاعِك وتدّي له لون وييجي يشتري منِّك المنتج يلاقيه لون تاني. لأ، هي إضاءة الشمس. من أكتر الأسئلة اللي اتسألت عليها واللي باعتبرها حرفيًا أهم الأسئلة واللي خلّتني فعلًا أبتدي إن أنا أعمل الcourse ده ليكم، البنات كتير أوي والناس كتير أوي كانت بتدخل تقول لي أنا نزّلت كمية صور على الpage بتاعتي. حرفيًا أنا منزّلة أكتر من الpage بتاعتِك ولحد النهارده ما جاليش ولا order. وكنت باطلب منهم إن أنا آخد الlink بتاع الpage بتاعهم أيًا يكن هو إنستجرام والّا فيسبوك، أدخل على الpage ألاقيها أصلًا الصور مش بتاعتها. ألاقي الصور جايباها من Pinterest سارقاها من page تانية. هو أنا عارفة إن الشغل 90% إحنا بنعرف نطبّق زيه. يعني أنا لمّا أنزّل صورة، أنا كفيرة لمّا أنزّل صورة أنتِ هتعرفي تطبّقي نفس الصورة اللي أنا منزّلاها. بس معلش اسمحوا لي أقول لكم كلمة بسيطة أوي ودي القاعدة اللي أنتِ حطّيها قدّامِك وأنتِ بتشتغلي. جماعة العميل مش عبيط، العميل مش هيشتري منِّك علشان أنتِ تضحكي عليه. هو بيبقى عارف هل دي صورتِك أنتِ، هل ده شغلِك أنتِ والّا لأ. فألِف ب يالّا نفتح براند أيًا يكن هو براند accessories والّا براند أي حاجة في الدنيا، ألِف ب كده يالّا نشتغل عشان ييجي لنا أوردرات. لازم يكون شغلي بتاعي أنا، ما أكونش أنا باسرق صور، ما أكونش أنا باسرق أفكار واستنى الناس تيجي تطلب منّي. من أهم النقط اللي لازم أكلمكم فيها هو التوقيت بتاع الشمس. مش معنى إن أنا قُلت لكم إن الشمس هي إضاءة مجانية يبقى هي متوفرة معانا طول الوقت. لأ، إضاءة الشمس في بعض الأوقات بتطلّع معاكِ الصورة كويسة جدًا ومتفلترة وكأنها فعلًا صورة كاميرا أو صورة احترافية، وفي بعض الأوقات مهما كان الquality بتاع التليفون أو الquality بتاع التصوير هي بطبيعتها إن هي بتعمل shadow في الوقت ده. طيب يعني إيه shadow؟ أول حاجة إن هي بتعمل معاكِ ضِل، بمعنى إن أنتِ ممكن تكوني ماسكة الموبايل الضِل بتاع الموبايل كلّه نازل على المنتج، فده طبعًا مش الشكل العام بتاعه مش كويس. وفي نفس الوقت إن هي بتغيّر لِك لون المنتج، يعني بتلعب في لونه، ممكن تلاقيها فتحته أوي وممكن تلاقيها غمّقته أوي، بس بالنسبة الأكبر إن هو بيكون غامق أكتر. طيب أختار التوقيت إزاي؟ بما إني ما لقيتش حد كتير اتكلم عن النقطة دي، إضاءة الشمس بتكون مناسبة من الساعة 7:00 ص لحد الساعة 10:00 ص.
بعد كده بتبتدي تعمل معاكي شادو، وبعد كده الصورة ما بتطلعش مظبوطة. وبداية من بعد العصر، من الساعة 3 العصر كده أو 3 ونص العصر، لحد ما تلاقوا الشمس متفلترة خالص زي ما انتوا شايفين كده قبل المغرب. لو عرفتي تنتقي الوقت ده وتتجنبي الأوقات اللي الشمس ما هتطلعش معاكي الصورة أحسن حاجة، صدقيني الصورة بتاعتك هتطلع احترافية أيا كان الموبايل اللي بتصوري بيه. آخر نقطة عايزة أكلمكم فيها، مش معنى إن أنا صورت صورة كويسة وطلعتها كويسة في إضاءة الشمس يبقى هي بس كده خلاص نرفعها على البيج وهي كده هتخلي البيج شكلها كويس أو الصفحة بتاعتي شكلها كويس. زي ما بنجتهد إن احنا نصور الصورة كويسة، زي برضو ما بنجتهد إن احنا نطلعها على برنامج تصميم كويس. البرنامج اللي أنا بشتغل عليه وأسهل برنامج كلنا نقدر نتعامل عليه بما إننا مش مصممين ومش محترفين تصميم هو كانفا. كانفا ده يعني اي حد حرفيا يقدر يتعامل معاه، ومش شرط خالص تتعاملي على كانفا باللابتوب. انا بستخدم شاشة اللابتوب عشان بالنسبة لي بتكون اوسع، بس ناس كتيرة جدا جدا بتتعامل على شاشة التليفون او بالموبايل. وانا اتكلمت عن كانفا قبل كده ازاي تعملي لوجو على كانفا، وكتير من الناس شكرتني جدا، قالت لي الفيديو كان لطيف. فلو حابين ان انا برضو ابسط لكم الموضوع ازاي تصممي البوست بتاعك او تظبطي البوست بتاعك بحيث ان يكون شكله كويس واحترافي على كانفا، فاكتبوا لي في التعليقات. يبقى كده علشان نلم الفيديو ده وفعلا تطلعي بقواعد كويسة ومتلخصة، اول حاجة علشان تصوري صورة احترافية لازم تظبطي الباك جراوند بتاعتك. ما تصوريش على اي حاجة وخلاص، مش اي حاجة تقابلك في السكة يلا نصور عليها. يعني ايه باك جراوند؟ تجيبي خلفية بيضة سواء كانت قماشة او ورق. تاني حاجة ما تسرقيش افكار حد، ما تسرقيش صور حد، ما تقلديش حد، صوري بنفسك لان الحاجة دي فعلا بتفرق مع العميل جدا. علشان تظبطي توقيت الشمس لازم تحددي التوقيت بتاعها اللي انا قلته لكم في الفيديو، سواء كانت الفترة الصباحية او الفترة اللي بعد العصر. الصورة مش عبارة ان انا بحط المنتج على الخلفية وبس كده خلاص شكرا انا هلقط الصورة، لا، لازم اظبط التكوين بتاع الصورة، اعادل الالوان اللي موجودة في الصورة ايا يكن انا هستخدم ايه. هستخدم وردة، هستخدم منظر طبيعي، هستخدم علبة موجودة معايا، هستخدم اي حاجة انا هستخدمها تظبط الالوان بتاعة الصورة بتاعتي. ومن ثم بعد ما خدتي صورة كويسة ما تعتمديش ابدا ان انت ترفعيها كده لوحدها على البيج. عشان الصورة فعلا تكون احترافية لازم تبدأي تعدليها على برنامج الا وهو كانفا. يعني انا بتكلم عن كانفا لاني استخدمته كتير قوي بشكل شخصي، ولانه فعلا بعتبره من اسهل المواقع اللي ممكن تتعاملي عليها، وسهل جدا اي شخص مبتدئ ايا يكن هو مين يتعامل عليه. هسيب لكم اللينك بتاع فيديو كانفا في الوصف، وهو غالبا ظهر قدامكم على الشاشة دلوقتي. ولو حابين تسألوا اي سؤال، بما ان السلسلة دي هي معمولة لوجه الله تعالى افيد بيها الجميع والكل يستفاد، فلو عندكم اي سؤال يخص البراند بتاعكم سواء في التسويق، التصوير، الشحن، ايا يكن اكتبوا لي في التعليقات وانا ان شاء الله هرد على الجميع.